في الفيديو ده هنعرف ازاي نخزن داتا، يعني لما اكتب اي حاجة في التكست انبوت واضغط مثلا على السبميت دي، الكتابة دي بتتخزن وتتحط في الليبل بالشكل ده. هسيب لكم الأوامر دي في الديسكريبشن. التخزين ده بيكون من خلال اللايبرري اللي اسمها JSON Store، عشان كده لازم نعمل لها import، ولازم نعمل import للأوبجكت بروبرتي، وكمان البيلدر والبوكس لي اوت والران تاتش اب. الويندو دي لايبرري بستخدمها عشان أغير لون الواجهة، ودول الثلاث ألوان RGB، أحمر أخضر أزرق. الرقم هنا أو النسبة بتكون من 0 ل1، فأنا هكتب 2/10 ريد، يعني عايز نسبة 2/10 من الأحمر، يعني بيتيا. التست ده أي متغير أنا بعمله. طيب أنا هعمل تكست انبوت وليبل وبوتون، أخدنا قبل كده إزاي بنعملهم، يعني هحركهم من خلال الفلوت لي اوت. التكست انبوت ده بقول له أنت ID تكست انبوت، وده الحجم بتاعه، وده مكانه فين بالظبط في الواجهة. والليبل كذلك بقول له الID بتاعك LPL. البوتون بقول له التكست بتاعك سبميت، وده الحجم بتاعه وده المكان بتاعه في الواجهة. وهنحطهم كلهم في متغير هنسميه KV مثلا. ده الكلاس اللي بيخزن الداتا، ودي اي متغيرات ممكن اغيرها زي ما انا عايز. التخزين ده بيكون من خلال اللايبرري اللي اسمها JSON Store، وعشان الاوامر اللي فوق دي تتنفذ ده بيبقى من خلال البيلدر. فبقول builder.load_string KV. الران تاتش اب دي لتفعيل خاصية التاتش على البوتون والليبل والتكست انبوت. دلوقتي هقول للبوتون لما اضغط عليك خد التكست اللي في التكست انبوت ده وخزنه في متغير اسمه ماي داتا، ده اي متغير يعني، وده باستخدام الكلاس بتاعت التخزين اللي احنا عملناها دي. وهقول للليبل ان التكست بتاعك هو الماي داتا، وكمان هقول له لو في تكست موجود اصلا استبدله بالتكست الجديد. يعني لو في تكست موجود في الليبل وجيت انا عملت سبميت، فيستبدل التكست القديم بالتكست الجديد.